ترومان شايف ان السلاح ده هو الطريق الاسرع لانهاء الحرب. اوبنهايمر ما اعترضش، كان شايف ان ده تتويج لكل الشغل اللي عمله، قال احنا عملنا القنبله يبقى ليه ما نستخدمهاش، وبالفعل القرار اتاخد. وفي اغسطس سنه 1945 اول قنبله ذريه في التاريخ تلقى على مدينه هيروشيما. بعدها بأيام قنبلة تانية على ناجازاكي. المشهد كان جحيم على الأرض، الانفجار محى مدن كاملة على الخريطة، مئات الآلاف بين قتيل وجريح، وأجيال بعدها اتشوهت بالإشعاع. سيزلارد هنا بقى كان مصدوم، هو اللي اخترع المفاعل، هو اللي كتب الرسالة لروزفلت، وهو اللي فتح الباب، لكن لما شاف القنابل بتنزل على مدن مليانة ناس عادية حس إنه اتخان، اتسحب منه الحلم اللي كان بيحلمه بقى كابوس. بعد هيروشيما وناجازاكي الحرب خلصت، اليابان استسلمت، العالم دخل عصر جديد، عصر اسمه العصر النووي. لكن بالنسبة ليو سيزلارد ده ما كانش انتصار، كان هزيمة شخصية. الراجل اللي اخترع المفاعل النووي واللي كتب أول ورقة عن التفاعل المتسلسل بقى شايف بعينه ازاي فكرته اتوظفت في ابشع سلاح عرفته البشريه كلها.